بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سهام الليل، لفضيلة الشيخ عائد بن عبد الله القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس سهام الليل. ولليل سهام لا يجيد إطلاقها إلا الموحدون، تطلق بأوتار العبادة وبقسي الدموع في السحر إلى الله الواحد الأحد، فيجيب من شاء متى شاء إذا شاء، تبارك الله رب العالمين. هذه هي ليلة الأحد مساء السبت 14 من رجب، الشهر السابع لعام 1412 هجرية. وقبل أن أبدأ في هذا الدرس أطلب منكم طلبا لا يعز عليكم، وهو أن يفرغ الباب الشرقي من مدخل النساء للنساء فحسب، والباب الجنوبي من مسجد النساء للنساء فحسب. ثم إني أدعوكم إلى الدنو والتقارب حتى يتمكن الإخوة الذين لم يدخلوا المسجد من دخوله، ليعم النفع والفائدة، والله يتولانا وإياكم. حديثنا من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يبلغ رسوله منا أزكى السلام وأشرف التحية. بلغ السهى بكماله، زان الورى بجماله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين كريمين مباركين، ما دام الليل والنهار، وما فاحت الأزهار، وما تدفقت الأنهار، وما صاحت على الأيك الأطيار، يا رب العالمين. صلوا على المصطفى ما اهتز تيار، وما تلألأ في الآفاق أنوار. صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فنحن في شرعه الميمون أنصار. والصلاة عليه الصلاة والسلام حق له، جزاء ما قدم للأمة، وما أنقذ من متاهة الجيل، وما أخرجنا منه أو به من الظلمات إلى النور. فإن من حقوقه الثابتة علينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل، فيا أخيار صاحبكم عظيم، ومعصوم عليه اليوم صلوا. لكنها صلاة وسلام على منهج أهل السنة والجماعة، لا على منهج أهل البدع الذين جعلوا الصلاة والسلام عليه رقصا وغناء وتطبيلا، بل صلاة بوقار واتباع، وتسليم بحب وميل له عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي من حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: النصف؟ قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: الثلثين؟ قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. حديث صحيح. وأبي بن كعب هذا لسيرته طعم في قلوب الموحدين، وهو سيد القراء، وكان عمر يهابه كثيرا، وإذا نوزع القراء في عهد عمر عادوا إلى أبي. بل ذكر أهل الحديث وأهل الفقه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز آية وهو يصلي بالناس، فالتفت إلى الناس بعد الصلاة فقالوا: يا رسول الله، نسخت الآية أم نسيت؟ قال: يا أبا المنذر، أكما يقولون؟ لأنه مرجعية ثابتة في علم القراءة، فهو رئيس قسم القراء في عهده عليه الصلاة والسلام. مرض بالحمى 30 سنة حتى كفرت سيئاته إن شاء الله وخطاياه، واستقبله عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟
قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضم صلى الله عليه وسلم كفه وضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. بمثل يعني افرح واغتبط بهذا العلم الصافي النمير الثابت العميق الأصيل. وصح عند مسلم أيضا أن سورة البينة نزلت على المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأمر الله جبريل أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأها على أبي بن كعب، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي في بيته وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني في الملأ الأعلى، يعني هل ذكرني عند الملائكة باسمي أبي بن كعب؟ قال نعم سماك، فأجهش بالبكاء. سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بن كعب. وإنما هي لفتة في الطريق، والمقصود سهام الليل، وأنتم حملة الأسهم وأنتم المستضعفون، ولذلك أنا من المستضعفين أحببناكم في درس المستضعفين. اللهم إن بني إسرائيل عصوك يوم السبت وليلة السبت فمسختهم قردة وخنازير، وقد أطعناك واجتمعنا في مساء السبت فاجعلنا مرحومين بررة مقبولين. ينادي الله عز وجل المتحابين يوم العرض الأكبر كما في صحيح مسلم، يقول أين المتحابون في جلالي؟ اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسبي بيني وبينكم هذا الحب وهذا المسجد، وقصة الحب معكم انطلقت من قبل 5 سنوات، وابتدأت من مسجد أبي بكر الصديق. فلنا من الصديق نسب، ولنا من مساء هذا اليوم نسب، ولنا مما يتلى هنا قال الله وقال رسوله نسب. ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. فعسى الله أن يجمع بيننا وبينكم بالنسب الخالد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وكنت إذا، هذا كلام ابن القيم يخاطب من أمثالكم، لأنه كان عنده بررة في القرن السابع من أمثال